طبعا احنا بنشوف ناس كتير بتنصحنا ان احنا ناخد الاوميجا 3 وقد ايه هو مفيد لينا، وطبعا كلنا نعرف ان هو ليه فوائد كتيرة، بس هل انت تعرف ان ممكن يوصل لدرجة معينة ان هو يأذيك؟ وهل انت اصلا محتاج للاوميجا 3؟ وامتى تكون محتاجه وامتى يكون غلط عليك؟ وانت اصلا بتقدر تاخده منين وازاي تاخده بكميات صح؟ ده بقى اللي احنا هنعرفه النهاردة باسم الحلقة كل ما يخص اوميجا 3. وعشان انا متأكد ان الفيديو ده هيكون مهم ليك وانت هتستفيد بيه جدا، فما تنساش انك تعمل سبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، وتعمل لايك وتكتب كومنت لو عندك سؤال. قبل بقى ما اكلمك على كل حاجه تخص الاوميجا 3، لازم اكلمك عن عنصر اساسي. تعرف ان في فيتامينز معينه مش بتدوب غير في تدخل الدهون، زي فيتامين A و D و E و K. وعشان اتكلمنا عن النقطه دي يبقى لازم نعرف ايه اهميه الدهون لجسمنا، لان اهم الهرمونات زي التستوستيرون بالنسبه للراجل، واهم الهرمونات بالنسبه للبنت زي الاستروجين والبروجستيرون بيكونوا قايمين تحت انشاء الدهون، ومنها حاجات كتير لاعضاء جسمنا. وعشان كده الدهون مهمة لجسمنا جدا. وأدام وصلنا هنا فلازم أكلمك عن نوعين للدهون، زي الدهون المشبعة اللي هي بعد كده بتكون دهون متحولة، والنوع التاني زي الدهون الغير مشبعة اللي هي بنطلق عليها الدهون الصحية، ودي اللي أنت بتستفيد بيها، لأن ال HDL اللي بيعلى يعني الكوليسترول النافع بيعلى في جسمك، وده بيخلي الكوليسترول الضار يقل اللي هو اسمه ال LDL. تعالى بقى نخش في المفيد. في نوعين احنا محتاجينهم من الاسينشال فاتي اسيد اللي هما الاوميجا 3 والاوميجا 6، ان زي الاوميجا 3 شغاله على دوره الاوعيه لجسمك، وبالنسبه للاوميجا 6 فهي شغاله على صحه قلبك. خلي بالك ان الاوميجا 6 هنا هي اللي بتزود الالتهابات، والعكس صحيح، ان الاوميجا 3 بتتدخل انها تقلل الالتهابات في جسمك. بس مش معنى ان الاوميجا 6 بتزود الالتهابات يعني معناها ان هي سم قاتل ليك، لا، انت بتحتاجها في اليوم بنسبه معينه، وبتحتاج الاوميجا 3 بنسبه معينه. ده بسبب ان اي مشكله بتحصل في جسمك فبيعلي الالتهابات، فده بيكون رد طبيعي جدا من جسمك. وانت تدخل الاوميجا 3 هنا ان هو يخفض الالتهابات لجسمك. وعشان الاوميجا 3 حمض اساسي انت مش بتقدر تصنعه في جسمك، فلازم ناخده من بره. ولازم تعرف ان ليه 3 احماض اساسيه، ودول اشهرهم اللي انت محتاجه. اول واحد فيهم هو الاي ال اي وما يسمى الالفا ليونيلينيك اسيد، وتاني حمض فيهم الايكوسابنتانويك اسيد بما يسمى الاي بي اي. بالنسبه لثالث حمض فيهم اللي هو اسمه ديكسا هيكسانويك اسيد وما يسمى بالدي اتش اي. نتكلم بقى على ال3 احماض دول بالتفصيل. بالنسبه لايه ال ايه اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو اول واحد، ده مش بيكون جسمك محتاجه زي ما بيكون محتاج الدي اتش اي ومحتاج الاي بي اي. هنتكلم على العنصرين دول، فلازم تعرف ان دول بيكونوا مفيدين جدا ليك، ان هم بيساعدوا لتحسين صحه القلب، وبينزلوا الكوليسترول الضار في جسمك، وبيعلوا الكوليسترول النافع. نفهم من كده كمان ان هو بينزل الدهون الثلاثيه في جسمك. تاني حاجه لازم تعرفها لو انت عايز تكون بتركز كويس، فلازم تعرف ان الاوميجا 3 بتساعدك جدا على قوه الادراك وعلى التركيز، وكمان بيساعدك انك ما يجيلكش زهايمر في المستقبل. كمان في حاجه بالنسبه للدهون، لو انت بتعاني من دهون الكبد فلازم تعرف ان دهون الكبد بتقل لما بتاخد الاوميجا 3. الكلام اللي انا بقوله ده مبني على دراسات، مش بقول لك كلام وخلاص. كمان الدراسات اثبت ان هو بيحسن الحاله المزاجيه بسبب ان هو بيعلي السيروتونين في الجسم، وده هو هرمون السعاده او النقلات العصبيه اللي بتخليك مبسوط او سعيد. ده بيقلل من عندك الاضطراب او الحاله المزاجيه الوحشه، وبيخليك لحاله مزاجيه احسن. بالنسبه لماده دي اتش اي اللي موجوده في الاوميجا 3، فدي بتحسن صحه العين وبتحسن صحه الجلد. تحسن ان هم يستخدموها للاطفال في سنهم الاول، عشان دي بتحسن نظر الاطفال بالذات مقارنه للناس الكبيره. كمان في العموم بتحسن صحه البشر. ومن اهم الحاجات اللي لازم تعرفها كمان للاوميجا 3 ان هي بتقلل الالتهابات بنسبه كبيره جدا، وكمان بتساعدك على صحه المفاصل. غير كده كمان لو انت بتعاني من الكرامبات فالاوميجا 3 بتساعدك انك ما يجيلكش كرامبات. كمان في دراسه كانت بتقول ان الاوميجا 3 بتساعد التحسن للدوره الشهريه بالنسبه للبنات. اخر حاجه ودي المنتشره او المتعارف عليها، ان الاوميجا 3 هيقلل وزنك. كل بقى اللي انا قلته ده متطبق على حاجتين: اولا نسبه الاوميجا 3 اللي انت بتدخلها واللي هي موجوده في العناصر اللي احنا قلنا عليها الاساسيه زي الدي اتش اي او الاي بي اي. وتاني حاجه انت مش هتستفيد بيها غير وانت ماشي على نظام صحي متوازن ومناسب لهدفك. يعني انت مثلا لو عايز انك انت تخس وانت بتاخد الاوميجا 3 وسمعت ان هي بتخس، فانت مش هتخس لو انت بتاخدها لوحدها. لازم انك انت تمشي على نظام غذائي صحي او مناسب لهدفك عشان توصل اللي انت عايزه، لان انت لو عامل نظام غذائي حتى لزياده الوزن فانت هتزيد في الوزن مش هتخس. طب انت تقدر تجيب الاوميجا 3 منين؟ عندك مصدرين تقدر تجيب منهم الاوميجا 3. اول حاجه منهم المصدر الغذائي، تاني مصدر اللي هو المصدر المكملات. معنى كلمه مكملات غذائيه من اسمها كده
ان هو بيكمل لي اللي انا مش قادر اخده من الغذاء. فببساطه كده لو انا محتاج لعدد كبير من الاوميجا 3 في اليوم، فانا مش هقدر ادخله من الاكل، يبقى انا هحتاج لمكمل ان انا ادخله. بالنسبه للاكل اللي انت المفروض تاكله او تحصل منه النسبه اللي انت عايزها من الاوميجا 3، اذا كانت دي اتش اي او الاي بي اي، اول حاجه المصدر الحيواني زي السلمون والمكاريل والسردين والاسماك في العموم. ولكن اكتر حاجه فيها نسبه المواد اللي احنا قلنا عليها في الاوميجا 3 هي موجوده في المكاريل. في عناصر تانية كمان فيها الاوميجا 3 زي البيض واللبن والزبادي والبروكلي وغيره من الحاجات النباتيه، ولكن الحاجات دي اللي احنا قلناها موجود فيها الاي ال اي اللي احنا مش محتاجينه زي ما محتاجين الاي بي اي والدي اتش اي. وتاني مصدر قلنا عليه اللي هو المكمل الغذائي. ولما تجيب المكمل الغذائي تلاقي مكتوب عليه دايما انك بتاخد 2 جرام او 3 جرام بالنسبه للاوميجا 3. ولكن تعالى بقى نشوف النيوتريشن فاكتس بتاعتها، هل هي فعلا فيها النسب اللي احنا محتاجينها من الحاجات اللي احنا قلناها زي الدي اتش اي والاي بي اي اللي احنا عايزينهم يكونوا اعلى حاجه. وهنتكلم كده في رينج اذا كنت انت واحد عادي مش بيمارس الرياضه او واحد بيمارس الرياضه، فانت محتاج من 1 جرام لحد 3 جرام في الجرعه اللي انت بتاخدها. وطبعا ما تعديش النسبه اللي انا بقول لك عليها دي اللي هي 3 جرام بس، لان انت لو عديت النسبه دي هتتعرض لمشاكل، وساعتها بقى هيكون الاوميجا 3 هنا مؤذي ليك وهيسبب لك عده مشاكل كده زي صداع وسيوله في الدم واسهال ويجي لك دوخه وما تبقاش مركز. تاني حاجه انا بنبهك منها انك انت وانت بتجيب المكمل الغذائي انك انت تلاقي مكتوب عليه فروم ديب اوشن او من المحيطات عامه. ليه؟ لان انت لازم تعرف ان ممكن يكون في زئبق عالي وممكن انك انت يتسبب لك مشاكل بسبب الزئبق اللي قبل كده قلنا عليه ان هو ممكن يأذيك. طب هل انت تقدر تدخل النسبه اللي مطلوبه منك في اليوم من الاوميجا 3 من الاكل اللي انت بتدخله؟ تقدر تدخلها، ولكن انت مش هتقدر تدخل الاكل ده كل يوم بسبب غلاء الاسعار. فالاحسن ليك انك انت تجيب مكمل غذائي يكون فيه النسبة اللي انت عايزها. ولكن وانت بتجيب المكمل الغذائي ما تجيبش المكمل الغذائي اللي مكتوب عليه اوميجا 3 و6 و9، لان انت بكل بساطة مش محتاج للاوميجا 6 و9، لان انت يعتبر بتدخلهم كل يوم من اكلك العادي. وخلي بالك زي ما انا قلت لك في اول الفيديو ان الاوميجا 6 هو بيكون بيعلل الالتهابات في جسمك، ولكن الاوميجا 3 بيقلل الالتهابات في جسمك. ولكن الاتنين لازم يكون في بينهم توازن، لان كل حاجة في الدنيا دي لازم تكون بتوازن، ومفيش حاجة لازم تكون اعلى من حاجة، لان ساعتها هيكون في غلط عليه. وتقريبا كده انا لخصت لك فوائد الاوميجا 3 والاضرار اللي انت ممكن تاخدها منه لو انت عديت الجرعه اللي انت المفروض تاخدها. ولو استفدت من الفيديو فعلا وانا لخصت لك كل اللي انت عايز تسمعه، ما تنساش انك انت تعمل سبسكرايب عشان تشوف اللي جاي تستفيد منه، وتعمل لايك عشان يظهر للناس اكتر ويستفيدوا زي ما انت استفدت. طبعا ما تنساش تعمل الفيديو ده سيف عشان يفيدك تاني بعد كده لو انت نسيت. واخر حاجه قبل ما تمشي، ما تنساش تصلي على النبي.